بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نبدأ حلقة جديدة من حلقات وجهة نظر، ونأسف للبعد الطويل. لنا زمن. كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. كل عام وأنتم بخير، ويوعدنا ويوعدكم إن شاء الله ربنا إن شاء الله السنة الجاية بجبل عرفات إن شاء الله إن شاء الله، حج وعمرة، ومن حج أو اعتمر فإن له بإذن الله الجنة بإذن الله، نلتقي إن شاء الله في الجنة. استفزني النهارده إعلان النادي الأهلي بتاع أولاد رزق 3 القاضية، وإعلان جميل، يعني إعلان ترويجي، إعلان ترويجي لفيلم أولاد رزق 3 بطولة أحمد مين اسمه، أحمد عز، والثاني آسر ياسين، ومش عارف. أنا ما ملناش في الأفلام من زمان. وكل عام وأنتم بخير، فيلم العيد يعني برعاية موسم الرياض وتركي آل شيخ. وللأسف الشديد لقيت على السوشيال ميديا هجوم من الزملكاوية بصفة عامة، يعني أغلب الزملكاوية محتجين وزعلانين طبعا في كل حاجة، ما تعرفش هم عايزين إيه. يعني هم بيغيروا، عايزين نجوم الزمالك يعملوا برضو إعلانات، ولا هم زعلانين عشان القضية بتفكرهم بالبطولة بتاعت 2020 القضية ممكن، ولا إيه؟ أنا مش فاهم يعني صياحهم وشاطهم ده ليه؟ ايه اللي بيستفز جماهير نادي الزمالك في الاعلام؟ انا مش فاهم. يعني انت زعلان ليه؟ واحد زي خالد الغندور لقيته كاتب على صفحته انه ده بيثير الفتنه. بيثير الفتنه في ايه؟ هو في فتنه غيركم؟ انتوا بتصيروا الفتنه في كل حاجه، كل يوم بتصيروا الفتنه باحمد سليمان بتاعكم. وطبعا احنا ارتحنا من مرتضى منصور، جالنا 100 مرتضى منصور. طبعا احمد سليمان ده أضل من مرتضى منصور، فربنا يرحمنا منكم ومن اللي زيكم. إعلان مدته 3 دقائق ولا 4 دقائق مولع الدنيا كده على السوشيال ميديا. الناس بتعيد بتقول كل عام وأنتم بخير وكل سنة وأنتم طيبين والعيد فرحة. أنتوا خليتوا العيد فرحة، ده أنتوا نكدتوا على نفسكم. طب بتنكد على نفسك ليه وعلى جماهيرك ليه؟ ولا أنت حاسد وحاقد على العيال اللي بتعمل إعلانات، سواء إمام عاشور ولا أفشة، ولا يعني أفشة انتوا فرحتوا فيه لما طلع يتكلم كلمتين من قلبه، وقلتوا فضح وما فضحش، وبدأ يتعاقب وما تعاقبش، ومبادئ الأهلي ومش مبادئ الأهلي، وشمته والشماتة. فلا ما تزعل ليه؟ حتى كولر يا راجل، والراجل تركي آل شيخ أول مرة بيتعاقد مع النادي الأهلي، وحد في النادي الأهلي بيرجع يديله وياخد منه تاني زي الأول. كانوا مختلفين طبعا من سنين مع مجلس إدارة النادي الأهلي ومع جماهير النادي الأهلي اللي شتمته بست والدته طبعا. فهو الراجل زعل يعني، ويداكم فرجاني ساسي، ويداكم أشرف بن شرقي، ويداكم مش عارف جاب لكم مين ومين، وصفقات وتجديد. ومن ساعة ما سابكم ومشى الراجل وانتوا في تدهور شامل في كل الألعاب. فزعلانين دلوقتي عشان الإعلان. بلاها الإعلان يعني ما تتفرجوش. قال احنا هنقاطعوا. طب ما تقاطعوا. انت كم ألف انت؟ عشان 3000 واحد ولا 5000 واحد بيشجعوا الزمالك على مستوى الجمهورية تيجي تقول لي مش عارف ايه؟ يا رجل الزملكاوية خسروا تركي آل شيخ وموسم الرياض والسعودية وبالملايين والمليارات اللي بيدفعوها. انت هتخسروا؟ انت قد كيف؟ انتوا جماهيركم قد كيف انتوا عشان تعملوا الكلام ده كله؟ ده كلام فاضي. قال احنا هنقاطع الفيلم. قاطع الفيلم؟ ده الفيلم في يوم ده عامل انجاز على السوشيال ميديا. شوف دي مشاهداته قد كيف. يا راجل كل واحد يعرف حجمه. الاهلي اهلي. النهارده امام عاشور بيحتفل بالقاضيه وبيقول القاضيه واحنا مش هنبطل ومش بيحفل على الزملكاوي، مع انه هو في ماتش القاضيه ده كان مع الزمالك. ايوه ما لعبش وما كانش في القائمه، بس كان مع الزمالك، يعني كان زملكاوي ساعتها. ومع ذلك لما جه خلاص انتهى الموضوع، قلب الاهلي اهلي يا عم. الاهلي اهلي، والاهلي ينجح اي حاجه، اي مؤسسه في الدنيا تنجح مع الاهلي من غير حاجه. ده سبحان الله رباني. لان لما اسسوا النادي الاهلي كانوا بياسسوا النادي عشان الاحتلال وطرد الاحتلال.
فانت تجي كل حاجه عايز تعلق الشماعه وتقول ده فتنه ومش فتنه، ويقول اشمعنى. انت عايز شيكابالا يعمل اعلان؟ يعني هو يروح تركي آل الشيخ يعمل اعلان لشيكابالا، ولا احمد سيد زيزو، ولا اوباما، ولا والله العظيم يتضرب يخسر. هو عارف هو بيحط فين اي حاجه وخلاص، هو كلام فاضي. عيب عليكم والله، عيب عليكم. والزملكاويه طبعا احنا هنا في اسوان الناس كلها ما حدش عارف حاجه، فلا اتفرجوا على الفيديو بتاع الاعلان وهتعرفوا كل حاجه، هتعرفوا كل حاجه. وما تنسوش بعد ما تتفرجوا على الاعلان ندعي لغزه وفلسطين، ويا رب يا رب يا رب ندعي لهم زي ما دعا لهم الرسول عليه الصلاه والسلام. آواكم الله، أيدكم الله، ثبتكم الله، نصركم الله، نصركم الله، نصركم الله. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.